مشروع قانون نزع الملكية للسلطات الجزائرية والجزائر أو الدولة الجزائرية. ما نقدرش نقولوا دولة، ما بقاتش دولة في الجزائر. عن ممتلكات في جوار وزارة الخارجية المغربية في الرباط. البارح شفنا البيان تاع وزارة الخارجية الجزائرية، يعني ما فيش جرام دبلوماسية. ماذا ما يشرفناش، هذا يبهدلنا. وعلاش تحبون ديما مبهدلين على جالكم؟ مزيان الناس يعرفوا باللي راكم ما تمثلوناش، باللي ما راكمش شرعيين، ما تمثلوناش وما تشرفوناش. كيفاش بيان عن وزارة الخارجية ما فيش جرام دبلوماسية؟ تقول خارج من قيادة أركان الجيش. سير هذاك كتبوا من عند ملاوها عليهم جماعة شنقريحة. عيب دير بيان هذا. إبي ما تعرفوش مغالطات كبيرة، مغالطات كبيرة. وجو اليوم مصدر دبلوماسي مغربي يوضح القضية نقطة بالنقطة، نقطة بالنقطة. نشوفوا واش يقول هذا المصدر الدبلوماسي، وهل سيجرى العراية تاع وزارة الخارجية الجزائرية اللي ما يمثلوناش وما يشرفوناش يجرؤوا باش يردوا نقطة بنقطة. وعيب واش داروا، لأنه هاي هنا يفضحوا لهم الأكاذيب تاعهم. alors باش يجي في هذا التصريح لدبلوماسي مغربي تناولته عدة صحف ومواقع إخبارية مغربية، يقول مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إيجار، ويشير إلى أنه على عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط هو الذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتها، لم يكونا موضوع أي مصادرة. ناقص قامت. إذا قادرين وزارة الخارجية يكذبوا ويضيف يقول لك على السفارة الجزائرية تحظى هذه المباني بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر. كلام نات إبريسي، شيء واضح. قل لك بالرغم من أنه يعني ما بقاتش هذه المباني تتمتع بامتيازات وحصانات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بجانب أحادي من طرف الجزائر، ولكن رغم هذا قال لك ما زال الدولة المغربية تعطي هذه المباني الاحترام والحماية اللازمة. نقطة. يزيد نفس المصدر الدبلوماسي يقول أن هناك مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، يعني لو كانوا على بالهم وصارت محادثات بين السلطة الجزائرية والسلطات المغربية، وهذا اللي ما قالوش في بيان وزارة الخارجية. أنا أقول لك هذا المبنى، البناية هذه منخرطة بشكل وثيق
يعني السلطات الجزائرية ظلت منذ أكثر من عامين، السلطات الجزائرية أكثر من عامين ظلت منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل بشفافية كاملة. وش تزيد أكثر من هذا؟ كنت تتابعوا في القضية منذ عامين، إلا أنه ومنذ يناير 2022 طبعا لما العصابات العرايا تبون وشنقريحة مكنوش ولا يدير لك، أبلغت الوزارة رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية. اكتبوا بلغوهم في عدة مناسبات، قولوا لهم تمدوا لنا هذا المقر تبيعوه لنا، يعني تبيعوه للمغاربة بطريقة ودية. ويزيد يقول لك كما تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات، يعني 4 مرات وقنصل الجزائر دار البيضاء يستقبل في وزارة الخارجية ويتحدثوا معه في الموضوع. بالإضافة إلى ذلك تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية. علاش ما يقولوش هذا الكلام في الليل؟ جاو قالوا تصعيد وكذا ومنا، شفتوا كيفاش يبردوكم بالبارد؟ جمرة ونحتها في طاس ماء، ما واش داروا لكم؟ علاش تبهدلوا بروحكم يا ولاد الحرام يا جهلاء يا اغبياء؟ معليش ما تجوش تفاوضوا مع الناس كيما يتفاوضوا معاكم باحترام، تحق لي واحد من ولاد عائله واحد من ولاد حرام. فوالا هنا تبينوا بلي راكم ولاد حرام، راكم عرايا، راكم فايوات، ما تعرفوا والو الدبلوماسيه وكذابين بالفوق. قولوا ما كاش منها، دوك يجبوا لكم المراسلات. قولوا ما كاش منها، قولوا ما كاش ما بعثناش 8 مراسلات وما رديناش على 5، وقولوا باللي القنصل ما مشاش للوزاره 4 مرات. اذا يعني كانت العمليه تجري بطريقه وديه ترانكيل لا باس. كان الخطاب هذا اللي يخرج تاع قيره وكذا ويهدد ونديروا نعم، وش دير وش ديروا؟ يزيد نفس المصدر يقول على عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن المغرب يتحمل بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا في نفس السياق أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 أوت 2021 فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وهو ما يضمن بأن ممتلكات الدولة الجزائرية التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب. مش نزيد أكثر من هذا. رمارك ملاحظ أنه الدبلوماسية المغربية ماهوش دفاع عليها، ما هذه قراءة واضحة باينة على القراءة في بيان درك ما على الدبلوماسية الجزائرية غير جيت كذب. أنا قلت امبارح البيان تاع الخارجية الجزائرية، بيان تصريح حرب إعلان حرب
إعلان حرب والله